انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ. بص يا صاحبي، لو انت تسعيناتي زي حالتي او تمانيناتي او حتى سبعيناتي، يبقى اكيد عاصرت فترة الصعود القوي للفيديو كليب، وده حصل من اواخر التمانينات ووصل لذروته في بداية الالفينات، لدرجة ان ساعتها لما الدش ابتدى ينتشر في البيوت بقى في قنوات مخصصة للكليبات المصورة، واي نجم كان بينزل بألبوم كل سنة كان لازم يصور منه اغنية او اغنيتين فيديو كليب. وعايز اقولك ان الكليب لو اتصور حلو كان ممكن ينجح الالبوم كله، وتحول الفيديو كليب لظاهرة واصبح ليه تأثير كبير جدا في عالم الموسيقى. فيديو قصير مدته 3 أو 4 دقايق بتسمع فيه أغنية مع كام مشهد مصور وكأنك بتتفرج على فيلم قصير. وطبعا مفيش شك إن الكليبات شكلت جزء كبير من ذكرياتنا وبقت تفكرنا بالزمن الجميل وبتدخلنا في حالة نوستالجيا رهيبة. أنا النهاردة بقى جاي أخدك في رحلة للماضي، هعرفك فيها فكرة الكليبات دي جت منين أصلا وإزاي اتطورت وبقت صناعة كبيرة جدا ومنتجين كتير بقوا يضخوا فيها أموال. وفي آخر الفيديو هقولك على كام كليب كده كانوا بصراحة بيأثروا فيها جامد وأنا صغير وشكلوا جزء كبير من ذكريات الطفولة. أما أنت بقى يا سيدي مطلوب منك تحضر لك كده فنجان قهوة متين، وبالمرة وأنت جاي دوس لايك وسبسكرايب، مش هتخسر حاجة يعني، وحضر لي نفسك كويس ويلا بينا نبدأ. بص يا سيدي، في القرن ال19 المسرح الغربي اخترع حاجة جديدة جدا وقتها، وهي الإلستريتد سونجز أو الأغاني المصورة. ودي كانت عبارة عن مجموعة صور بتتعرض مع الأغاني على المسرح، يعني الجمهور يسمع الأغنية ويشوف صور أو لوحات على المسرح بتعبر عن الأغنية اللي شغالة. ودي كانت الفكرة البدائية للأغاني المصورة، بعيدا عن جو الأوبريتات التقليدي اللي كانت بتتقدم في جو مسرحي. الموضوع اتطور شوية مع ظهور السينما، وخلال العشرينات السينمات في أمريكا وأوروبا بدأت تعرض بعض المقاطع الغنائية بين الأفلام في دور العرض. وبعد الحرب العالمية التانية بدأت فرنسا تاخد الفكرة دي وتطورها وعملت جهاز اسمه سكوبيتون، وده كان بيعرض لك أغاني مصورة بالألوان لأول مرة. نيجي بقى للنقلة الكبيرة ونروح على ستينيات القرن العشرين وبالتحديد في بريطانيا. في الوقت ده بتظهر فرقة موسيقية هتغير شكل الموسيقى في العالم كله، فرقة البيتلز. والبيتلز ما كانوش بس مميزين في نوع الموسيقى اللي بيقدموها، ده كمان قدموا لك حاجة اسمها البروموشنال فيلمز أو المقاطع الترويجية، ودي كانت النواة اللي اتبنى عليها شكل الفيديو كليب في العصر الحديث. نسيب بقى الجانب الغربي من العالم ونشد الرحال على الشرق الأوسط ومنطقتنا العربية. والحقيقة الأغنية في منطقتنا العربية كان لها شكل وطابع مختلف تماما. الموسيقى عندنا كانت بتعتمد بشكل كبير على الإيقاعات الشرقية زي المقسوم والبلدي والملفوف، وبرضه الآلات الشرقية زي العود والقانون والدف والناي. وكان المحتضن الأول للأغنية العربية هي الإذاعة، أي حد صوته حلو يروح يقدم في الإذاعة، ولو قبلوه يبدأ يغني في الراديو. لكن مع ظهور السينما بدأوا مطربين كتير يدخلوا مجال التمثيل وبقوا يغنوا الأغاني بتاعتهم في الأفلام. فأنت كده لو عايز تتفرج على المطرب بتاعك وهو بيغني قدامك حل من اتنين، يا تروح الحفلات بتاعته وتتفرج عليه لايف، يا إما تدخل له الفيلم بتاعه في السينما. وبداية من عبد الوهاب وأم كلثوم مرورا بمحمد فوزي وبعدهم عبد الحليم وشادية وصباح، كل الناس دي استخدمت السينما كوسيلة علشان تغني الأغاني بتاعتها. بس كانت في مشكلة، مش كل مطرب بيكون عنده موهبة التمثيل، فالمنتجين بقوا بيبيعوا الفيلم باسم النجم كمطرب مش كممثل، يعني شغل ماركتينج على قديمه. المنتج بيستغل الجمهور بتاع المطرب وبيكون ضامن انه كده كده داخل الفيلم، وبكده المكسب هيكون مضمون. علشان كده هتلاقي اغلب مطربين الخمسينات والستينات تقريبا كلهم مثلوا في السينما. وده ليه؟ عشان بس يغنوا الاغاني بتاعتهم جوه الفيلم، وبكده الجمهور هيدخل الفيلم علشان يتفرج عليهم. هنسيب بقى الشرق ونرجع للغرب مرة تانية، وبالتحديد سنة 1981 في أمريكا بتتأسس هناك قناة فضائية اسمها MTV، والقناة دي هتعمل ثورة في عالم الموسيقى المصورة وهتذيع أول فيديو كليب بالشكل اللي احنا نعرفه النهاردة. ومن هنا الدنيا بتتقلب وبيدخل على الخط واحد من أشهر المغنيين في التاريخ، وهو ملك البوب مايكل جاكسون. ومايكل جاكسون ممكن تعتبره الأب الروحي لعالم الفيديو كليب. سنة 83 على محطة MTV بينزل مايكل جاكسون بكليب تريلر، وده كان أول كليب بيتعمل كأنه فيلم قصير بإنتاج ضخم وإخراج وتمثيل. ومن هنا الفيديو كليب بقى شكل من أشكال الفن المستقل، وترسخ في فكر الجمهور إن خلاص الأغنية لازم يكون ليها صورة ومشهد مجسم. نرجع بقى مرة تانية لمنطقتنا العربية. الحقيقة الفيديو كليب عندنا ظهوره اتأخر شوية عن بره. الحكاية بدأت ببعض المحاولات الطفيفة في بداية الثمانينات، وخصوصا بعد ظهور الفرق الموسيقية زي فرقة المصريين بقيادة هاني شنودة، وفرقة الأصدقاء بقيادة عمار الشريعي، وفرقة يحيى خليل وغيرهم. والفرق دي كانت بتقدم فيديوهات كانت بتتذاع على التلفزيون المصري، ونقدر نقول إن فيديوهاتهم كانت تمصير لكليبات البيتلز، اللي هي الفرقة مجتمعة في مكان واحد وبتعزف، وفي واحد أو اتنين بيغنوا والباقي كورال بيرد عليه. بعدها الموضوع بدأ يتطور شوية وبدأوا المطربين يخرجوا بره جو الاستوديوهات
ويصوروا الأغاني في أماكن خارجية. وبدأ بعض المخرجين يتمردوا على الشكل القديم ويدخلوا بعض الأفكار الجديدة والاستعراضات في الأغاني. ومع أواخر الثمانينات بدأت الظاهرة تنتشر أكتر، وخصوصا مع صعود جيل جديد من المطربين زي هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد فؤاد ومحمد منير وغيرهم. الجيل ده مش بس اتمرد على الفن الكلاسيكي والإيقاعات القديمة للموسيقى، ده كمان حول المطرب لميجا ستار، يعني شكل وصوت وأزياء وتفاعل مع الجمهور، وبقى العامل البصري مهم جدا في المعادلة. وبدأت تنتهي فكرة إن المطرب لازم يغني في الأفلام أو الراديو. لا يا باشا، إحنا هنسجل شريط وهنصور منه أغنية أو اتنين يكونوا دعاية للشريط. الموضوع في الأول كان بيتعمل بكواليتي ضعيف جدا وبأفكار متشابهة تقريبا، يعني المطرب يا يقف على المسرح ويغني بالشكل التقليدي المعروف، يا يغني على النيل يا في الصحراء يا في جنينة ويكون حواليه بعض الموديلز. فكانت معظم الكليبات في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتعتمد بشكل كبير على الاستعراضات، ما كانش في قصص بتتحكي، كان الكليب حاجة ترفيهية كده، أهم حاجة تشوف المطرب بيغني قدامك وخلاص. فترة التسعينات كانت بداية العصر الذهبي للفيديو كليب، وأصبح فيه تطور ملحوظ بشكل كبير، وبدأ عالم الفيديو كليب يتحول لصناعة، وبقينا نشوف كليبات على هيئة قصص زي بالظبط فيلم قصير بمجموعة مشاهد، وكلام الأغنية بيوصف المشهد اللي قدامك. ويبان ده أكتر في بعض الكليبات اللي كانت سباقة في الموضوع ده، وده يمكن علشان اللي أخرجوها مخرجين سينما بالأساس، زي كليب ما تخافيش لعمرو دياب واللي أخرجه سمير نصري سنة 90، وكليب سكة العاشقين لمصطفى قمر واللي أخرجه خيري بشارة سنة 93، وكليب فاكرك يا نسيني لمحمد فؤاد اللي أخرجته ساندرا نشأت سنة 96. في الكليبات دي بدأت تشوف قصص مؤثرة بتوصف الحدث اللي قدامك، وبقت أحداث الكليب بتتغير على حسب حالة الأغنية، فريحي حزن دراما على حسب. في التسعينات الفيديو كليب بقى جزء لا يتجزأ من ألبوم المطرب، وكان لازم كل مطرب يختار أغنية أو اتنين وساعات تلاتة عشان يصورهم كليبات. وأصبح الفيديو كليب بشكل من أشكال الفن الحر، وبقى الجمهور بيستنى الفواصل اللي بين المسلسلات والبرامج على التلفزيون علشان يتفرج على الكليبات اللي بتتعرض في النص. نيجي بقى للمطربين، في بعض الفنانين اللي خدوا الكليبات لحتة تانية وأثروا بشكل كبير في الصناعة، وطبعا على رأسهم الهضبة عمرو دياب. عمرو دياب في بدايته كانت كليباته مزيج ما بين الدراما والاستعراضات، لكن من منتصف التسعينات وخصوصا بعد كليب نور العين اللي حقق نجاح ساحق، بدأت معظم كليباته تاخد الشكل الاستعراضي البحت، وقدر يطور من الشكل ده لدرجة إن محدش كان بيقدر ينافسه فيه. أما بقى الكليبات الدرامية اللي كانت بتحكي قصة، فكان محمد فؤاد وإيهاب توفيق ومصطفى قمر هم أحسن ناس يقدموا لك الشكل ده من الكليبات، وكانت معظم كليباتهم بتحكي قصة وبتعيش معاهم رحلة بسيطة وتتفاعل مع الصوت والصورة اللي قدامك، وكنت ساعات بتتأثر كمان، وده لأن عامل الموسيقى لما بيجتمع مع الصورة بيكون تأثيره قوي جدا داخل النفس. في بقى الكليبات الكلاسيكية اللي تحسها كده بتغرد خارج السرب في عالم تاني لوحدها، زي كليبات القيصر كاظم الساهر والكينج محمد منير، وضم معاهم إيمان البحر درويش. وعندك الكليبات الشبابية، ودي معظمها بتكون للمطربين الشباب اللي لسه طالع جديد، ودي بتبقى مزيج بين الدراما والاستعراض عشان تقدر تجذب الشباب في الوقت ده. في الألفينات بقى يا صديقي المعادلة اتغيرت تماما، وده مع انطلاق عصر القنوات الفضائية. مع انتشار الدش في كل بيت بقت تقدر تجيب أكبر عدد من القنوات بضغطة زر واحدة، وبدأت تظهر قنوات فضائية متخصصة فقط في الفيديو كليب، يعني القناة ليل ونهار بتشغل لك كليبات. الموضوع ده كان طفرة وقتها وحول الموضوع لصناعة كبيرة، وظهرت ساعتها قنوات زي روتانا ومزيكا وميلودي، ومن قبلهم اي ار تي ميوزك. كل القنوات دي كانت بتقدم لك جميع الكليبات القديمة والجديدة. والموضوع اتطور اكتر، وبقت الشركات اللي بتملك القنوات دي بتتعاقد مع المطرب، وبقوا ينتجوا له الالبوم وكمان كليبات الالبوم علشان يتذاع على قناة الشركة، وبكده تضمن الارباح من كل ناحية. وتحول الفيديو كليب لعالم فني منفصل ليه بيزنس خاص زيه زي الافلام والاعلانات، وبقت الشركات بتتسابق انها تمضي مع المطربين. لو جينا بقى لكليبات الفترة دي فكانت بتعتمد اكتر على اسم النجم، وفي مطلع الالفينات ظهرت برضو اسماء كتير ساهمت في شهرة الكليبات والقنوات الجديدة دي، زي نانسي عجرم واليسا وروبي وهيفاء وهبي، ومن بعدهم شيرين وتامر حسني ووائل جسار. واصبح عالم الفيديو كليب ليه صف من الصناع من منتجين ومخرجين وموديلز، وقنوات الاغاني ساهمت بشكل كبير جدا في انتشار ثقافة الفيديو كليب في الوطن العربي، وبقينا نستنى كليب الفنان زي ما بنستنى الالبوم بتاعه بالظبط. واصبحت قنوات الاغاني وقنوات الدراما ومعاهم قنوات الرياضه هم السوشيال ميديا بتوع العصر. ساعتها انت كنت تصحى الصبح يا باشا تاخد لك لفه في القنوات وتشوف لو في حاجه جديده نزلت، ولو ما فيش بتقعد تتفرج على القديم. والكيرف كان بيعلى بشكل كبير جدا لحد منتصف الالفينات وظهور الانترنت. ظهور الانترنت وانتشاره عمل زلزلة في صناعة الفيديو كليب، وخصوصا مع ظهور وحش اسمه اليوتيوب.
اسكت يلا، مش في موقع فيديوهات فتح جديد بيديك اوبشن انك تتفرج على اي حاجه براحتك وبمزاجك في اي وقت؟ يا راجل يعني مش هستنى الاغنيه اللي بحبها تتذاع على القناه وممكن اجيبها في اي وقت بضغطه واحده؟ ايوه يا عم ابسط. ده بالظبط اللي حصل، ودي كانت النقله الثالثه في عالم الكليبات المصوره. بضغطه واحده ممكن تجيب اي فيديو وكمان تعيده اكتر من مره، ولو عايز تحمله عادي برضه. وده خلى قنوات الاغاني اتحولت بالتدريج لموضه قديمه، والناس بقت تفضل انها تسمع اللي على مزاجها من غير ما حد يحط لها جدول. قنوات الاغاني حاولت تواكب التطور ده، فبدأت تعمل نسخ HD وتحط اللوجو في كل كليب، وتنزل هي كمان الكليبات بتاعتها على اليوتيوب. لكن كانت المشكلة في الإعلانات. المعلنين لقوا إن الإعلانات على الإنترنت أوفر وموجهة أكتر، فقال لك بدل ما ندفع ملايين لقناة واحدة ندفع جزء صغير ونوصل للجمهور مباشرة على السوشيال ميديا. كمان الشركات المنتجة اللي بين قوسين ملهاش قنوات قالت لك ليه قد الكليب بالقناة واحدة تذيعه مرة كل كام ساعة لما ممكن أنزله على قناتي وأكسب منه مشاهدات وإعلانات. والنتيجة إن قنوات الأغاني بدأت تفقد قيمتها، وسنة ورا التانية القنوات ما قدرتش تصمد قصاد طوفان السوشيال ميديا والمنصات الرقمية. وفي منها اللي قفل زي قنوات ميلودي، واللي لسه موجود لدلوقت أصبح ضعيف جدا وبقى زيه زي أي قناة عادية على التلفزيون ممكن تيجي قدامك صدفة. لكن كل ده ما يمنعش إننا عشنا أيام جميلة مع الكليبات، وبقت جزء لا يتجزأ من أيامنا الجميلة وذكريات الطفولة. ودلوقتي يا صاحبي طالما وصلت معايا لحد هنا يبقى لازم أكافئك، فاسمح لي يعني إني أفتح لك قلبي وأشاركك جزء من ذكرياتي. زمان وأنا صغير كان في بعض الكليبات اللي أثرت فيا بجد، ولسه لحد النهاردة من وقت للتاني بدخل أتفرج عليها. أول كليب هو أنا لو حبيبك بتاع محمد فؤاد، وبصراحة القصة كانت حلوة جدا، الزوجين اللي بيتخانقوا والولد المظلوم في النص. ولأني وقتها كنت تقريبا في سن الولد الصغير ده فكنت بحط نفسي مكانه، وكنت بستنى وأنا قاعد في المدرسة تيجي بنت وتمسح لي الدموع زي ما حصل معاه كده. شايفك اللي بتقول يلا يا مراهق؟ عيب يا صاحبي، أنت تعرف عني كده. الكليب التاني هو الحلم الجميل لهاني شاكر. انا فاكر ان الكليب ده كان كل ما يتعرض امي كانت تقعد تعيط على شيرين لما بتعمل الحادثه، وكانت تقول لي شفت ممكن انا اسيبكم وتبقوا كده، وانا بقى اعيط عليها واقول لها لا ياما ما تقوليش كده. بس هو الكليب حقيقي كان جامد وقصته مؤثره جدا، ووجود ممثله كبيره زي شيرين رفع من قيمه الكليب بشكل كبير وساهم في نجاحه. نيجي بقى للكليب التالت، ومعرفش اذا كنتوا هتفتكروه ولا لا، وهو كليب اسمه اطمني لمطرب كان جامد جدا ومعرفش ما كملش ليه، اسمه احمد فوزي. الكليب ده بجد كان بيأثر فيا بشكل فظيع. المطرب ساعتها كان عامل فيه دور بلياتشو في السيرك، وحبيبته كانت بتلعب اللي هي الالعاب الهوائيه دي، وفي مره اثناء عرض من العروض وقعت وتوفت، ومن ساعتها وهو بيفتكرها دايما ويعيط عليها. لكن كانت اصعب حته بالنسبه لي لما حب في مره يطلع زيها ويرمي نفسه من فوق. الناس ساعتها قعدت تضحك وافتكرت ان ده جزء من العرض، لكن هو كان قصده يموت زيها فعلا. انا بقى كنت اجي عند الحته دي وكنت بتاثر جامد بصراحه. نيجي بقى للكليب الرابع والاخير، وطبعا هو الحب الحقيقي للنجم محمد فؤاد. بص بصراحه انا كنت بحب الكليب ده عشان الطياره، كان نفسي ساعتها يكون عندي واحده زيها. وبرضه جو الاطفال اللي مع فؤاد في الكليب كان بيحسس الواحد ببهجه كده، وكان بيخليك تتشد للكليب اول ما يتعرض لحد اخر ثانيه فيه. وبس يا سيدي، دي كانت الكليبات اللي أثرت في طفولتي. عايزك بقى في الكومنتس تكتب لي الكليبات اللي بتفتكرها لحد دلوقتي وشكلت جزء من ذكرياتك. وما تنساش طبعا اللايك والسبسكرايب عشان ده بيشجعني إني أستمر، وتخش تتفرج على الحلقات القديمة وتقول لي رأيك. وبس كده، أشوفك في فيديو جديد يا صاحبي، سلام.